خميس قائد فريق الاستجابة الأولية في مجلس الرقة المدني. نحن جعل نشتغل بالمقبرة رقم 25. العمل شارف على الانتهاء في هذه المقبرة. استخرجنا أكثر من 175 جثة لتاريخ هذا اليوم. بدنا نتجه كفريق طب شرعي مع الأطباء شرعيين 2 إلى مقبرة رقم 26 قرية حزيمة. الأعداد المتوقعة في هذه المقبرة من 40 إلى 60 جثة حسب روايات وبلاغات الأهالي. أيضا راح ننتقل إلى المقبرة رقم 27 بالمحمودلي، قرية المحمودلي. توثيقنا في هذه المقابر في هذا الوقت يحتاج لعمل صعب صراحة، لأنه الجثث كلها أكثر من جثة تكون في نفس الحفرة، فهذا الموضوع يحتاج إلى توثيق علمي وعملي. بالنسبة لسجل المفقودين، عندنا سجل كبير من المفقودين وسجل هام بانتظار الجهات الدولية من أجل تحليل، جهاز تحليل الجثث موعودين به خلال المرحلة القادمة. علما أنه فريق الاستجابة مر ب6 مراحل. نحن جعل نشتغل بالمرحلة رقم 6. مشروعنا شارف على أنه 3 سنوات انتشال الجثث. ظل عندنا بس الكشف عن المفقودين ومصير المجهولين.